إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزهت ذاته وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. إلهي ماذا عساني أسأل بك نطق لساني، وفي أي شيء أرغب وبيدك ناصية جناني. فاطلق اللهم لساني بالقول السديد، واهد جناني لما يتكفل له في نعمة شهودك والأنس بك بالمزيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اعتدنا على أن نجعل من القرآن مصدرا لفهم واقعنا وفهم ذواتنا وفهم حركة الحياة وفهم حركة التاريخ ومعرفة وفهم ما يدار، من أجل أن نعرف ما الذي نريده من أنفسنا ابتداء ومن واقعنا ثانيا. لأن إرادة الإنسان إن تعلقت بذاته بحيث جعل من كيانه ومن ذاته ومن أناه موضوعا للاهتمام والاشتغال وإعادة النظر من أجل إعادة البناء، يسهل أن تبني أي منظومة في الوجود، ولكن يصعب أن تبني إنسانا. أصعب شيء هو أن تجعل من الإنسان موضوعا للاهتمام والاشتغال والنظر، وأن تجعل من ذاتك ابتداء موضوعا للبحث، بحيث تصبح الناظر والمنظر، الباحث والمبحوث فيه. وهذا لا نعرفه إلا من خلال النظر في القرآن كيف نعرف أنفسنا. لأننا إذا نظرنا إلى الكون وإلى الوجود، فالوجود هو انعكاس لما نحن عليه. الوجود كله هو يعطيك صورة خارجية لما أنت عليه. إن لم تستطع أن تنظر في ذاتك فانظر إلى الوجود لتعرف ذاتك. انظر إلى الوجود بكل ما يحمله من معنى، من تضاريسه، من مناخه، من هذا الواقع الذي نعيشه، الواقع المجتمعي، الواقع السياسي، الواقع الاقتصادي، كلها انعكاس لما نحن عليه. صورتنا هناك. إن لم نستطع أن ننظر في أنفسنا فلننظر في واقعنا، سواء تعلق بالإرادة الكونية أم بالإرادة المجتمعية، لأن الكون عنده سنن تحكمه، والحاكم هو الله، والله يحكم السنن الكونية من خلال أفعالنا نحن كإنسان. ولذلك قال تعالى في محكم تنزيله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعرض عن ذكر الله، وهذا الإعراض أصبحنا نشاهده ونراه. هو إعراض ليس إعراضا على مستوى القالب والمستوى الفعل فقط. لو كان على مستوى قالب الإنسان وعلى مستوى فعله فيمكن أن نصلح الفعل، لأن حركة الفعل نراها، يمكن أن نضبطها بالقوانين الرادعة التي تردع الفعل حتى يرتدع ويكون منسجما مع العرف الاجتماعي ومع الدين الإسلامي والقيم الإسلامية. ولكن هذا الإعراض هو إعراض قلبي وإعراض في البنية النفسية للإنسان عن الدين،
بحيث أصبح في داخله غير قابل للتعاليم الدينية، وأصبح في داخله يستهزئ من الدين، وأصبح في داخله ينكر كل ما يتعلق بالدين، ولا يقبل للدين أن يكون حلاً للمشكلات التي نعيشها، ولا يريد من الدين أن يمثل حركة الحياة وإعادة بناء منظومة الحياة، بل يريد أن يتجرد تجرداً كلياً عن الدين. ولذلك أصبحنا نرى بعض المقولات ونسمع، ولم أرى مقولات جاحدة كما رأيتها من بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا. ثم هؤلاء الذين يتجردون عن الدين يريدون أن يصوغوا لنا منهجا في الحياة، ولا يريد للدين وأصحابه أن يكونوا فاعلين في صياغة منهج الحياة. احنا مطردين من واقعنا. إذا كانوا أخرجوا رسول الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فلعل ما فعله جاهلية القرون التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تمثل إعادة إنتاج في واقعنا. المسلم لا يراد له أن يكون حرا طليقا مبدعا فاعلا، إما أن تشل حركته حتى لا يكون فاعلا، أو ينفى من الأرض، أو غاياه بالسجون، أو القتل والإقصاء. وهذا كله لن يكون إلا من خلال هذا الإعراض عن ذكر الله. اللي يعرض عن ذكر الله لا يريد لذكر الله أن يكون واقعا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وكلمة المعيشة إذا ذكرت فهي تعني الضنك، ولكن إذا ذكرت الطيبة يسميها الله بالحياة، حياة طيبة. إذن هذا الإنسان الذي يريد أن يعرض عن ذكر الله سيعيش الضنك، ولو كان في مظهره يعيش الطرف ويعيش متعة الحياة، لأن المتصرف في القلوب هو الله، فيقبض الله على القلب بحيث يعيش النكد والغم والهم في داخله، وربما لا ترى هذا الغم فيه، وقد يتكلف حتى يخفيه، ولكنه يعيش الاختناق النفسي في داخله. هذا كدليل على إرادة الله المطلقة المهيمنة الفاعلة. ولا يمكن لأي إنسان أن يتحرر من قبضة قدرة الله. إن أردت أن تتحرر في مظهرك فلن تتحرر في داخلك وباطنك، فقلبك في قبضة القدرة الإلهية. يري من أعرض عن ذكر الله ضنك الحياة، ضنك المعيشة، وإن كنا نراه يعيش طرف الحياة فإنه يعيش في عالم في داخله لا يعلمه إلا هو من نفسه. والله لن يجد السعادة أبدا. السعادة معطى إلهي. السعادة لا نتوسل إليها بالوسائل المادية وإن كانت مطلوبة، ولكن السعادة نتوصل إليها من خلال ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تحس بالراحة، بالسكينة، بالهدوء في داخلك، وإن كنت لا تملك من حطام الدنيا شيئا، ولكن تعيش سعادة في داخلك، رضا بما أنت عليه، قناعة على ما أنت عليه. وهذه القناعة وهذا الرضا وهذه السكينة التي تلف قلبك فتغمرك سعادة حتى تتمثل في بنيتك الخارجية، فتجدك سعيدا أينما تحركت، لأن جنتك في صدرك، والله جعلك في جنته قبل أن تكون في جنة الخلد يوم القيامة. ربي يحطك في جنة، ولذلك ربي قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي خاف مقام ربي يعيش جنة الدنيا وجنة الآخرة. جنة الآخرة هي جنة الزخارف، ولكن جنة الدنيا هي جنة اللطائف. هذه اللطيفة التي لا ترى لأنها شفافة، لا تراها إلا أنت، لأنك تتحسسها وتعيشها في نفسك.
وما تتذوقه ويتذوقه قلبك لن يتذوقه غيرك، لأن هذه الذائقة أو هذا الذوق الذي تعيش في داخلك ليس معطى مادي فيزيائي حتى يتذوقه الآخر. إذن التذوق الصحيح، الراحة، هي أن تكون مرتاحا بهذه المعاني التي يتجلى الله بها على قلب الذاكر، بحيث لا يرى في الوجود إلا المذكور. يذكر الله فلا يرى إلا المذكور وهو الله سبحانه وتعالى، فكيف لا يسعد وهو يرى المذكور؟ كيف لا يسعد وهو يرى الله؟ يرى الله قبل كل شيء وعند كل شيء وبعد كل شيء، فلا يرى للأشياء وجودا لا من حيث السابق ولا من حيث الوجود ولا من حيث اللاحق، ما يراهوش. هذو شكون؟ هم أهل الله الذاكرون لله، الذين يجعلون من ألسنتهم رطبة بذكر الله، رطبة. كل حاجة كي تحكيها برشا تحس اللسان شاح وجف وحلقك جف، إلا ذكر الله. كلما أكثرت من ذكر الله أحسست برطوبة في حلقك وفي لسانك، وهذه الرطوبة ترويك فلا تحس بالعطش ولو بقيت أياما وأياما وأنت لا تشرب. إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، يطعم ويسقى. وهكذا كل من كان على درب رسول الله يطعم ويسقى من عند الله، لأن الله يجعل في بنيته الجسدية قوة من خلال هذه القوة المودعة في النفس. احنا كي نقرأ تاريخنا ونحاول نفهموه، ويقول القائل ويحب يفهم بعض المعاني بعقله القاصر أو عقله المجرد، إن لم يتوسل بفهم متعال على العقل المجرد ما يفهمش. سيدنا صلى الله عليه وسلم لو نجعله موضوعا للعقل لن نستطيع فهم الشخصية النبوية، بل علينا أن نتوسل إضافة إلى الوسائل العقلية المنطقية البرهانية التي تبحث في واقع الأشياء، نتوسل بأنا المتعالية، أنا المفارقة، أنا المنفتحة على عالم الجبروت، أنا المنفتحة على العالم الكشفي الحدسي. فإذا تقابل العقل المنطقي مع القلب الكشفي وأنت تقرأ شخصية رسول الله، تستطيع أن تستخرج من هذه الشخصية العجب العجاب. سيدنا صلى الله عليه وسلم لما قال إني لست كهيئتكم، الهيئة هي هذه البنية الظاهرة التي نراها، رسول الله ليس كهيئتنا، لأن هيئتنا ملوثة بالشهوات والرغبات والنزوات، فتنعكس على الهيئة ضعفا ولن تنعكس عليها قوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المنفتح على عالم الجبروت كان يطعم من هناك ويسقى، فإذا كان الله مطعمه وساقيه فهل تجد ضعفا في بنيته الجسدية؟ ستجد قوة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإحنا كي نقرأ في قوة رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي قال فيها سيدنا علي: كان إذا اشتدت الحرب كنا نختبئ وراء رسول الله، أي نجعل من رسول الله درعا لنختبئ وراءه. أي قوة أعطاكها الله يا رسول الله؟ وقال الصحابة إذا لمست كف رسول الله قال ما رأيت ألين من الحرير والديباج إلا كف رسول الله. بنت فيها لين وفيها قوة. أي هيئة يمكن أن تجمع بين الأضداد إلى شخصية رسول الله؟ لين في بنيته الجسدية للين في بنيته النفسية، انعكس على القالب، وقوة في الإيمان انعكس على الجسد، فكانت له قوة لا تضاهيها قوة على وجه الأرض. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلما قرب الشخص من رسول الله تمثلا وامتثالا كلما جمع بين الأضداد بين اللين والقوة. أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف تجمع بين الشدة والرحمة؟ لكن هذا المفهوم
المتخلف على فهم شخصية سيدنا وعلى فهم المراد الإلهي من خطاب الله يحكيه دائما كان على الإسلام التسامح، الإسلام الرحمة. الإسلام جاء بالتسامح صحيح، ولكن أي تسامح؟ هل أن التسامح مع العدو؟ هل أن التسامح مع من يتربص بك ليلا نهارا ليلغيك من الوجود؟ هل أن التسامح مع من يريد أن يلغي بنيتك الثقافية والحضارية ويريد أن يجعل حضارة غربية صهيونية فاعلة في تربيتك وتربية نشأتك، وتقول تسامحا ورحمة؟ والله يقول لنا لعلم الله بما يجب أن يكون: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. خطاب يقتضي الوجوب. وأعدوا للأمة الإسلامية ما استطعتم، أي أن نوفر كل ما استطعناه من قوة، وقوة وردت نكرة أي كل ما يمكن أن يمثل قوة ومناعة تحمي كياننا وتحمي وجودنا وتحمي قيمنا وتحمي لنا ديننا. لكن كنشوفوا دائما نرجع إلى الواقع ونقول احنا شبابكنا مهدعة مفتوحة محلولة، الكل هواء جاي وافد جاي من برا. أصبحنا نعيش الغربة. كل من أراد أن يتحدث على الداء من أجل البحث على الدواء، والبحث على الدواء لابد له من مقاربات متنوعة، أولها المقاربة الدينية لابد أن تكون حاضرة في بناء المشهد. نقول المقاربة الدينية مش المقاربة الدينية السطحية الساذجة التي تضخم التفاصيل على حساب القضايا الجوهرية الدينية. احنا عندنا عقل راهو فقهي ساذج، وخلينا نقولوها بوضوح. وكي تتفرج في بعض الدعاة وبعض الأئمة تقول من هنا يبدأ ضرب الدين باسم الدين، لهذه العقلية المتحجرة التي ضخمت التفاصيل على حساب القضايا الجوهرية والقضايا الكلية، القضايا البانية للواقع. يولي مشكلة الفقيه أنت كي تصلي تحط يديك تقبضها تحت السرة ولا فوق السرة، تولي قضية وتولي مشكلة. نصلي سدل ولا نصلي قبض، تولي مشكلة وتولي قضية. أنا كي تولي قضية من القضايا الفقهية وتشغل الرأي ونختلفوا فيها ونتنافسوا عليها، أنا وليت نهرب من مجالس الفقه المتدينين لأنهم يتعبوك بالأسئلة التفصيلية. لا أريد أن أجلس جلوسا فيه متدينين الذين يدعون التمثل الديني لأنه يلغوا القضايا الجوهرية، وتولي يا فلان بالله يا شيخ أخي الفاتحة على جنازة بدعة، أخي كنا نقرأ القرآن على الميت بدعة، وأخي كنا نعملوا عشاء، تولي قضايا أخرى تفصيلية والشيطان يسكن في التفاصيل من أجل أن يضرر الأمة حتى لا تجعل من قضايا الجوهرية موضوعا للنظر كواقعنا الاقتصادي الذي نعاني منه الآن. أين البحوث التي تكلمت على الاقتصاد الإسلامي؟ كيف نستخرج من القرآن منظومة اقتصادية تعيد لنا بناء الإنتاج والعمل والفاعلية حتى نخرج من هذه الأزمة اللي احنا نعيش فيها؟ احنا نعيش في البطالة والعطالة، بطالة بكل مستوياتها، ثم بطالة حقيقية وثم بطالة مقنعة، تمشي للمقاهي تلقاها مليانة في كل وقت. ثم نريد أن نتحدث عن الإنتاج والإنتاجية، شبابنا ضايع. أنا مرة قاعد في مقهى مع مجموعة من الأخيان، والله نرى في 4 شباب أعمار بين 15 و 16 سنة. الشعب عملوا يلعبوا، سامحوني على هالكلمة، فوق منبر يا رسول الله، يلعبوا في الرمي والدخان. قلت لهم شوفوا شبابنا 15 16 سنة أين يجب أن يكون؟ يا إما في المدرسة أو في مصنع يتعلم الحرفة، هو موجود في مقهى والدخان. أين الأولياء في تربية أبنائهم ومتابعة هذا المشهد؟ لو الشباب هذاك تكلموا تقولوا يا بني علاش أنت موجود لهنا، ويتلفت لك وتقول لك أنت ايش تعمل لهنا؟ يقول لك هذا وقتي هذا زماني، وأنت الآن أنت مقارب على 60، ايش مازال تعمل في الحياة هذه؟ اخرج وخلينا احنا ذا وقعنا. ويقول فيه الشباب الآن لا يستطيع الرجل الكهل الآن أن يسدي نصيحة إلى شباب اليوم. أنا من خلال النظر إلى الشباب أعرف مستقبل تونس. تحب تلوج على المستقبل وعلى الغد، وكما يقولوا الغد السعيد. أين الغد السعيد ونحن نرى أبناءنا منغمسين في المخدرات، منغمسين في اللهو، ما همش فاهمين شيء. هذه القطيعة الكلية بينهم وبين الآباء، هذا التواصل المقطوع بين الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة،
ومن بعد أريد أن أتحدث على إعادة بناء منظومة اقتصادية ترتقي بواقعنا من هذه الأزمة التي نعيشها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدقت يا ربنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتدى واقتفى. أما بعد، قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش، الأعشى هو الذي لا يكاد يرى بالنهار ولا يرى بالليل. ومن يعش عن ذكر الرحمن، الذي يتعامى عن ذكر من؟ الرحمن. ورب ذكر الرحمن ولم يذكر اسما آخر، لأن رحمته سبحانه وتعالى جعلت هذا المتعامي عن الدين مازال موجود. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أنت مغمور برحمة الله، يطعمك ويسقيك وتجد عندك صحة وتتحرك وتمشي وتجي وتتعامى عن ذكر الرحمن اللي هو بك رحيم. هل هناك رحيم مع رحمة الله؟ هل هناك من سيرحمك إن لم يرحمك الله؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يتعامى عن ذكر من أسدى لك الرحمات من خلال النعم المودعة في الحياة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة وكان نبحث على فوائدها لن نستطيع أن نقف على فوائد متناهية في نعمة واحدة. على شكل الرجل من بني إسرائيل الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله 500 عام. 500 عام هو في عبادة متواصلة، فلما أوقفه الله بين يديه قال: عبدي بما تدخل جنتي؟ قال: بعملي. قال: ايتوا بعين له، عين، فوضعت في كف، وعملوا 500 عام فوضعت في كفة فرجحت العين، نعمة العين رجحت ب500 عام عبادة. قال: خذوه إذن إلى النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. احنا ما عندنا من نقدم ربي، ولذلك لازم تنسى العمل وأنك أنت مقدمه. لا تجعل ذاتك موجودة في العمل. إن أردت لعملك أن يكون مقبولا ويرفع برحمة الله إلى الله، تخرج من العمل متاعك، ما تكونش الأنا موجودة في العمل. لا تجعل من شحنات ذاتك في العمل، لأن الله لا يقبل عملا فيه غيره. من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أشرك فيه غيري. احنا كي نشوفوا الأعمال اللي نقدموا فيها ونعملوا فيها مش ذواتنا موجودة في العمل متاعنا، ونحب العمل هذا يكون نافع وأنا موجود فيه. الإخلاص هو أن يتجرد العامل على العمل حتى يكون العمل لله. فإن كان العمل لله بحيث تجردت عنه تجردا كليا، ستجد هذا العمل نافع بإذن الله وإن قل، لأن العمل ما عادش عمل متاعك، وإنما تجردت عنه فقلت وأن هذا العمل يا الله بتوفيق منك وإليك، منك وإليك. أنت المبتدأ والمنتهى. البداية مش منك أنت باش توصل بها إلى الله، البداية من الله وإلى الله. هو المبتدأ وهو المنتهى. وقتاش تعرف هذاك تتجرد أنت تجردا كليا عما تقدمه لترى فضل الله عليك. احنا نقول جيت، لابد أن تعتقد وأن الله أعطاك ونسب إليك. أنت تقول جيت للجامع وصليت، ولكن عليك أن تعتقد بقلبك وأنك ما جئت إلا بتوفيق الله، وما أوقفك الله بين يديه إلا بتوفيق منه، وما ذكره لسانك إلا بتوفيق الله لك بذكره. إذن فأين أنت؟ فعليك أن تلغي وجودك في كل عمل حتى لا ترى العمل إلا من الله وإلى الله.
هذه سماها علماءنا اللي اشتغلوا على الجوانب هذه من أجل إصلاح الإنسان، سموها بوحدة الشهود. وحدة الشهود هو أن لا تشاهد فاعلا على الحقيقة إلا الله، ما عادش ترى لا ذاتك ولا غيرك فاعل. إذا رأيت الله فاعلا تولي تتحرك وكأنك ترى الله في كل شيء. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، بحيث لا ترى أي عمل متجرد عن فعل الله فيه، وإنما إرادة الله هي المطلقة، والله يخلق الفعل متى يشاء وكيفما يشاء وعلى يد من يشاء، والله يخلق الفعل على جنس ما نحن عليه. إن كنا مع الله خلق لنا أفعالا مرضية ترضي الله وترضينا، وإن كنا مع غير الله يخلق لنا أفعالا تغضب الله ولا نرى منها إلا العنة وضنك الحياة. فأنت يا إنسان محور الوجود الإلهي، والله يحرك الكون من خلال ما أنت عليه. إن كنت مع الله حرك لك الوجود بما يرضيك، لأنك أرضيت الله بعملك. ولهذا أنا كنت أتحدث ونقول راهو المناخ متمرد علينا لأننا متمردين على الله. العقل المجرد عن الدين يحب يربطها بالاحتباس الحراري، يحب يربطها بهذه السنن الكونية. السنن الكونية ليست حاكمة راهي محكومة، وليست فاعلة راهي منفعلة، وليست آمرة راهي مأمورة. الحاكم الفاعل الآمر هو الله وليس سواه. فالمناخ هو انعكاس لغضب الله علينا، من خلاله نرى إرادة الله الخفية، نراها من خلال الكون. ولذلك نقول بعد الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله أن لا يغضب الله عنا، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله ويعاملنا بما هو أهله، وأن ينظر إلينا نظرة عطف ورحمة وتحنن ولطف، وأن يتعطف علينا بنزول الغيث، أن يتعطف علينا بنزول الغيث النافع الذي يحيي البلاد ويحيي العباد وينمو به النبت والضرع والزرع. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بالشيوخ الركع والصغار الرضع والبهائم الرطع أن يسقينا ماء غدقا فراتا يحيي به البلاد ويروي به العباد، يا من هو على كل شيء قدير. أغثنا يا غياث المستغيثين، أغثنا يا غياث المستغيثين. الغوث الغوث يا الله، الغوث الغوث يا الله. أسد أمرك إلى السماء وإلى السحب بأن ترسل وتنزل إلينا ماء غدقا فراتا طاهرا مطهرا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك التي شملت بها كل شيء. إلهنا كما عصينا وسترت، وكما أذنبنا وغفرت، غطيت برداء سترك عيوبنا، ومحوت بيد عفو رحمانيتك ذنوبنا، وكشفت بعظيم لطف إنعامك خطوبنا. فنعم الرب أنت تغفر الذنوب وتستر العيوب وتكشف الكروب. فارحم اللهم ضعفنا، فارحم اللهم ضعفنا، فارحم اللهم ضعفنا، وابرأ أسقامنا، وابرأ أسقامنا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لكل من اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعود به إلى دينك. اللهم مكن لدينك في البلاد وفي قلوب العباد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم نصر للإسلام مؤزرا يستعصي على الكافرين والحاقدين والماكرين يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن لنا وليا وناصرا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم أمة محمد رحمة عامة يا رب العالمين. وصل اللهم في البدء وفي الختام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بدر التمام
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.